فشر بلا عين بلا ليل، لا له عين ولا له ليل. بلا يا ليل وبلا يا العين، كأني عم بيغني بالحمام، ما بقدر أسمعه ولا هضمته، بنفس الوقت لا بحبه ولا بكرهه. كل أغانيه تهوي، قالوا إنه أغانيه كسرت الدنيا وصارت كلها ترند. رد عليهم وجاوب: كان ناس عقولها صغيرة، ما عاد في طرب. أعطيني الطرب بالشامي. وإذا بعيش 100 سنة ما بيعرف يلبس مثل أحمد رافع. لكن يا زلمة حدا بيغني بالبيجامة؟ كل هذا الكلام قاله الفنان أحمد رافع للشامي. هلا علي بالجاكيت ازرق سماوي قالوا انه والله بيلبس مثل احمد رافع، بس اذا بيعيش 100 سنه ما بيعرف يلبس مثل احمد رافع. الفنان السوري أحمد رافع كان طالع من خلال يومين في مقابلة، وكان مدة المقابلة تقريبا ساعة وعشر دقائق. تناولت الحلقة حياة أحمد رافع الفنية من بدايته لتاريخ الآن. لكن لافت بالموضوع أنه ضمن الحلقة خلال حديث أحمد رافع تحدث على عدة أمور، والناس تداولت يعني تركت كل المواضيع اللي حكاها أحمد رافع. حتى أنه أنا والله لفتني الموضوع أنه أحمد رافع كان عنده موهبة بالغناء وعنده أغاني. يمكن تكون يعني كان ممكن نشوفه مو بس ممثل، حتى مطرب ومغني. أنه تداولت الناس هجوم على الشامي، يعني حكى على كتير أموره، حياته المهنية، حياته الشخصية، ولكن حتى حكى على زملائه. بس الناس ما تداولت غير أنه الشامي. هل يعقل لأن الشامي فعلا أنه ترند وشخص له جمهوره وحماداته مثل ما بقولوا، ولا لأني فعلا الناس ما بتحبه للشامي؟ أحمد رافع قال بالمقابلة أنه ما حبه، حتى اللبس اللي عم بيلبسه الشامي يا أخي ما بيلبق له. أحمد رافع قال أنه الشامي عم بيقلده وأغانيه هابطة على حسب كلامه. وطبعا في عدة مقابلات سواء كانت في الاستديو أو ضمن الشارع، أحمد رافع ترك كل شيء وما بيحكي غير على هذا البني آدم. لا مو لابق له، مو لابق له ابدا ابدا، مو لابق له. طبعا نجي على الطرف الثاني اللي هو جمهور الشامي. اكيد جمهور الشامي جمهور كبير ويعرف بالحمادات، انتقدوا انتقاد لاذع. فجأة كل المجرة، كل البلدان العربية صارت عقولها صغيرة، وهو الوحيد اللي عقله كبير. كل محبين الشامي عقولهم صغيرة. هذا كيف بده يحملوا راسه بكره؟ طب لو ما انه محبوب وناجح، ليش بده يكون عنده جمهور؟ انت يا عزيزي المتابع شو رأيك؟